زي ما تعتبر أغنية رمضان جانا علامة من علامات استقبال شهر الصيام، بتعتبر أغنية تم البدري بدري علامة على قرب رحيل الشهر. البدري بدري والأيام بتجري. بدأت قصة الأغنية مع الشاعر عبد الفتاح مصطفى، اللي فكر في تقديم أغنية تعبر عن حزن الناس في وداع شهر رمضان، وبعد كتابته للأغنية قدمها للإذاعي وجدي الحكيم اللي كان وقتها مراقب للموسيقى والغناء في الإذاعة المصرية. فقرر الحكيم عرضها على لجنة النصوص عشان توافق على كلماتها زي ما كان متبع في الوقت ده. وبعد موافقة لجنة النصوص وقع الاختيار على الفنانة شريفة فاضل لغنائها والموسيقار عبد العظيم محمد لتلحينها. خد عبد العظيم كلمات الأغنية وقام رايح على الحسين صلى العشاء، وفي وسط أجواء الحسين الرمضانية جات له فكرة اللحن. والغريب إن الشاعر عبد الفتاح مصطفى لما سمع اللحن بتاع عبد العظيم ما عجبهوش وقال له اللحن مش منور، فرد عليه وقال له بكرة يا سيدي ينور، هم يومين ويخلصوا. قصده يعني ان الأغنية هتاخد يومين وتروح لحالها. لكن يشاء السميع العليم ان عبد العظيم محمد بقى بيتعرف باللحن ده بالذات، والأغنية تفضل عايشة فوق النص قرن. حفظت بقى الفنانة شريفة فاضل الأغنية في 3 أيام عشان تسجلها بعد كده في استوديو 46 بالإذاعة، ومرضتش تاخد أجر عن الأغنية، وقالت يكفيني إن تكون ليا أغنية دينية شهيرة يرددها الناس في شهر رمضان. ولو عجبتكم حكاية النهاردة ما تنسوش تعملولي لايك وشير وتبعتوها لكل أصحابكم، وسلام.